جنة جنة، ايه العروسة اللي معاكي دي؟ انا اول مرة اشوفها معاكي. ماما جابتها لي امبارح علشان انا كنت شاطرة في المدرسة. يعني انا مش شاطرة بقى. لا، انا ما قلتش ان انتي مش شاطرة، انا عارفة ان انتي شاطرة برضو. لا، علشان ماما جابتلك انتي العروسة وما جابتليش انا حاجة، وانا زعلانة من ماما. خلاص روحي قوليلها ان انتي زعلانة منها، يا ماما قاعدة هي على الموبايل، قوليلها. لا، انا مش هقولها اي حاجة خالص، انا زعلانة منها. يا بنتي قوليلها، هي هتسمعك وانتي بتقوليلها. ما تزعليش من ماما، اكيد ماما مش قصدها. لا، علشان انا حظي كده دايما، انا عارفة حظي. في ايه يا رؤى؟ زعلانة ليه حبيبتي؟ انا سامعاكي بتعيطي، في ايه؟ لا مفيش يا ماما، انا تمام. تنيني ساكتة يا ماما، مش هقول. ما انا كمان نفسي في عروسة زي اللي مع جنة دي، وانا مش قادرة اتكلم واقولك يا ماما. انا خلاص عارفة حظي قليل دايما. رؤى، عايزة تلعبي بالعروسة بتاعتي شوية؟ خديها العبي بيها، انتي برضو اختي. لا مش عايزة. رؤى ليه كده يا حبيبتي؟ دي اختك عرضت عليكي تلعبوا سوا. اصل هي كل حاجة هي اللي بتاخدها، كل الحاجات الحلوة ليها، بس لكن انا مش بيجيلي حاجة خالص. سامع يا ماما، انا مش بيجيلي حاجة خالص. فكرة بقى يا رؤى، ساعات ماما بتجيبلك حاجات كتير وانا مش بتكلم وببقى ساكتة، وعمري ما زعلت، انتي اللي بتزعلي على طول يا رؤى. انا من حقي ازعل برضو، عشان انا ما عنديش عروسة زي بتاعتك الحلوة قوي دي. وبعدين ماما بتجيبلك كل شوية حاجة حلوة وانا لا. على فكرة بقى، ماما عمرها ما فرقت ما بيننا، دايما بتجيبلي وبتجيبلك زي بعض، انت اللي دايما بتقولي كده يا رؤى. انا برضو اللي بقول كده؟ لا، هي ماما اللي بتفرق. رؤى انا سامعة ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ انا زعلانة منك يا رؤى. انت اللي زعلانة يا ماما؟ لا، انا اللي زعلانة منك انت وجنة. يا رؤى، طب ما انا قلتلك خدي العروسه بتاعتي العبي بيها، انت اللي مش راضيه. انا مش عايزاها يا ستي، خلاص انا حظي كده، انا هشوف اللعبه القديمه بتاعتي والعب بيها، مش عايزه منك حاجه. اي عروستي القديمه اهي، دي العروسه بتاعتي القديمه، خلي لك انت بقى العروسه الجديده بتاعتي. انت يا عروستي يا حبيبتي هتسمعي كلامي احسن. العروسه بتاعت جنة وقعت على الارض احسن. كده يا رؤى بتقولي على العروسة بتاعتي أحسن؟ رؤى ليه كده يا حبيبتي؟ دي اختك عرضت عليكي وتلعبوا سوا وانت اللي رفضتي، ليه بقى تفرحي في حاجة اختك؟ أصل كل حاجة ليها هي بس، أنا لأ. رؤى تعالي هنا يا حبيبتي، تعالي انا عايزاكي، وانت كمان يا جنة تعالي معايا، انا عايزاكوا انتوا الاتنين. حاضر يا ماما، أنا جاية اهو. انت زعلانة يا رؤى علشان جنة جابت عروسة جديدة؟ زعلانة شوية، علشان كنت نفسي أكون أنا اللي جبتها. يا رؤى يا حبيبتي، انت كمان ليكي حاجات حلوة كتير. فاكرة يوم ما جبتلك اللعبة اللي كنت بتحبيها وكنت هتطيري من الفرح وانا كنت فرحانة على فرحك، فاكرة؟ أيوة فاكرة يا ماما، فاكرة يوم ما جبتيها. طب خلاص، احنا كلنا بنفرح لبعض، لما اختك تبقى سعيدة لازم تفرحي معاها. عارفة ليه يا رؤى؟ ليه يا ماما؟ لان الغيرة يا حبيبتي بتصغر القلب، لكن الفرح للناس بيكبره. انا عارفة يا رؤى ان انت كويسة من جواكي وقلبك طيب، بس حاولي تفرحي لاختك كمان. حاضر يا ماما. عايزاكي بقى دلوقتي تصالحي جنة ومتزعليش منها، وبعدين هي كانت بتعرض عليك ان انتوا تلعبوا مع بعض سوا، انت اللي رفضتي يا رؤى، صح؟ صح يا ماما، انت عندك حق، معلش يا جنة، أنا كنت غيرانة منك شوية. ولا يهمك يا رؤى، نلعب سوا بالعروسة دي والعروسة بتاعتك كمان، هيكونوا عروستين حلوين قوي ونلعب بيهم احنا الاتنين، اتفقنا؟ ماشي يا جنة، أنا موافقة نلعب بيهم. يلا نلعب بالعروسة سوا قبل ما الوقت يخلص وماما تقول لنا تعالوا ناموا.
ربنا يهديكي يا رؤى انتي وجنة وتلعبوا مع بعض وما تتخانقوش تاني. انا فرحانة قوي ان هما فرحانين كده ببعض، شكلهم جميل قوي كده. عارفين يا حبايب قلبي ان الغيرة مش حلوة ابدا؟ عارفين ليه؟ لانها بتخلي القلب دايما زعلان ومتضايق ومكتوم. عارفين الأحسن نفرح لأصحابنا وإخواتنا، وربنا دايما هيدينا اللي يفرحنا كمان. ايه الجمال ده يا رؤى؟ انتي رسمتي البطة دي لوحدك؟ الله، ده جميلة قوي. ايوه يا جنة، ماما قالت لي اشارك في مسابقة الرسم وانا هشارك فيها ورسمت البطة دي. طيب ممكن الون معاكي يا رؤى؟ ماشي يا جنة، بس مش ما تبوظيش الرسم وحياتك، لوني بالروح، بشويش برشوش لحسن هتخرجي برا البطة. ما تقلقيش، انا بعرف هلونها حلو والله. بصي الالوان، ما تقلقيش، ده انا هخليها لك اجمل بطة. ده بقت جميلة قوي، شوفي لما لونتها ده هتبقى جميلة قوي. انا بحب البطة ونلونها باللون الاحمر كده تبقى جميلة قوي. انا فرحانة بالرسم دي قوي. بصي يا ماما، احنا رسمنا بطة وكنا لونتها حلوة. الله، ده جميلة قوي. انتي اللي رسمها يا رؤى؟ اه يا ماما، وانا يا ماما اللي لونتها. تسلم ايديكوا يا حبايبي، هي فعلا جميل. وانا عندي ليكم مفاجأة تعجبكم. ايه هي يا ماما؟ قولي بسرعة. المفاجأة بتاعتي للبنوتة الحلوة اللي ساعدت اختها النهاردة. والمفاجأة دي يا حبيبتي لجنة، لان جنة اللي ساعدتك ولونت لك الرسمة. يعني انا ماليش حاجة يا ماما؟ لا يا رؤى، الحاجة ديت بتاعتنا احنا الاتنين، مش احنا رسمنا احنا الاتنين. انتي رسمتي وانا لونت يا حبيبتي، يبقى احنا الاتنين نقسمهم على بعض. ايه رأيك بقى؟ لا يا جنة، انا مش عايزة حاجة. انا كان نفسي الهدية دي تبقى بتاعتي انا، مش بتاعت جنة. وجنة عندها كل ده، كل الالوان دي، وانا ما خدتش حاجة خالص ولا لون حتى. انا زعلانة، مش معنى انا اللي حظي وحش، انا زعلانة قوي. وانتي يا جنة قاعدة كده ومعاكي كل الحاجات دي، وانا لوحدي ما عنديش اي حاجة. انا زعلانة. يا بختك يا جنة، معاكي كل الصلصال والالوان الحلوة دي كلها، وانا لا، انا زعلانة قوي. رؤى، تعالي يا حبيبة قلبي، انا عايزة اتكلم معاكي شوية. انتي زعلانة ليه كده وقاعدة بعيد ليه كده؟ كل مرة جنة هي اللي بتاخد المفاجآت وانا لا. يا رؤى يا حبيبتي، المفاجأة دي مش علشان هي احسن منك ابدا والله، دي علشان انا بشجعها تكون طيبة. وانت كمان لما تعملي حاجة حلوة هجيبلك مفاجأة اجمل منها كمان، حاجة انت كنت بتحبيها وعمالة تطلبيها مني. يلا يا حبيبتي افرحي وقوموا العبوا مع بعض يلا. ماشي يا ماما، حاضر. بصي يا رؤى، تعالي نقسمهم وخدي الالوان اللي انت بتحبيها، وانا كمان هاخد الالوان اللي انا بحبها. يلا يلا، انا وانت مع بعضينا. ماشي يا جنة، حاضر. انا هاخد اللون البينك، اصلا انا بحبه قوي. خدي اللي انت عايزاه يا رؤى، بس انا كمان بحب اللون البينك. طب استني، هو في لونين اتنين بينك. استني كده ونقسمهم مع بعض. ايه ده اتلخبطوا خالص. الله، احنا قسمناهم اهو. انت يا ستي خدتي البنك الفاتح وانا خدت البنك الغامق. انا فرحانة قوي، دي هدية جميلة قوي من ماما. ماما دايما والله ذوقها جميل قوي، هي بتجيب لنا الحاجات الحلوة. شكرا يا ماما. امال لما تشوفوا المفاجأة التانية بقى، المرة دي لرؤى حبيبتي، لانها فرحت لاختها وما زعلتهاش. بجد يا ماما؟ ليا انا؟ بجد؟ ده هي ايه النوتة اللي كنت قايلالك عليها يا ماما؟ بالظبط يا رؤى، النوتة اللي كنت طالباها مني ونفسك فيها من زمان، انا جبتها لك يا حبيبتي. انا فرحانة قوي يا ماما. وانا كمان يا رؤى فرحانة قوي ان انتي فرحانة انتي وجن. ودي اسمها بقى مفاجأة القلب الطيب. الله، دي جميلة قوي يا ماما، انا فرحانة بيها قوي. انا هرسم فيها حاجات كتير وهكتب كل الاسرار بتاعتي فيها، وهكتب مذكراتي كمان.
ايه ده استني يا ماما، ده فيها رسمة جميلة قوي. بصي البنوتة دي، ده جميلة قوي يا ماما. يعني مش عارفة اشكرك ازاي يا ماما على الهدية الجميلة قوي دي. الله، انا بحب الرسومات دي قوي. انا فرحانة قوي يا روح علشان انت فرحانة يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب انت وجنة. انا كمان فرحانة يا ماما. شفتوا يا بنات، لما بنفرح لبعض ربنا بيفرحنا اكتر. الغيرة ممكن تزعلنا، لكن الحب بيخلي بيتنا منور. وانا يا ماما مش هزعل لو رؤى جابت حاجة جديدة، وانا كمان هفرح لك يا جنة. احنا وانا كمان يا بنحبك ماما قوي يا بحبك ماما. قوي. انا كمان بحبكوا قوي. عارفين يا حبايبي، لما نحب بصدق لازم نعبر حتى لو بكلمة صغيرة. الحب مش محتاج فلوس كتير على فكرة، الحب محتاج قلب جميل. بصوا يا بنات، أهم حاجة يا حبايبي تتعلموها النهاردة إن الغيرة مش حلوة، لكن المشاركة بتخلي القلوب قريبة، والضحكة دايما موجودة. جنة، عارفة ماما امبارح كانت فرحانة ازاي يا رؤى؟ لما كنا بنلعب سوا كانت فرحانة. ايوه فعلا، هي قالت ان بيتنا بقى منور بالحب. طب ايه رأيك نعمل لها مفاجأة حلوة النهاردة؟ مفاجأة ازاي يعني؟ هنعمل لها ايه يعني؟ نعمل كارت حلو نكتب فيه كلام لماما حلو كده ونزينه. ايه رأيك بقى؟ انا هقص واعمل قلب كبير لماما واكتب فيه حاجات حلوة واديهولها. ايه رأيك؟ يلا بينا. وانا عليا اكتب الكلام اللي ماما بتحبه. هعمل قلب واكتب رؤى واكتب جنة واكتب بنحبك يا ماما. ايه رأيك يا رؤى؟ لا، انا هكتب احلى ماما في الدنيا كلها. لا، المكان مش هياخد، احنا هنكتب كلمتين اتنين وقلب واسمي واسمك. ايه رأيك بقى؟ ده هيبقى جميل قوي. طب يلا بينا. ايه رأيك بقى؟ انا خلصته، يلا نروح نديه لماما. جنة هاتي الكارت بسرعة قبل لما ماما تشوفنا. بسرعة. حاضر انا جاهزة اهو. ماما! في ايه يا بنات؟ خضتوني يا حبايبي، في ايه؟ ده ليكي يا ماما علشان احنا بنحبك قوي. انا عملته انا وجنة علشان نعمل لك مفاجأة يا ماما. ياه، ده منكم انتم يا حبايب قلبي. ايوه يا ماما، احنا عملناه بايدينا علشان نقولك ان احنا بنحبك قوي. يا حبايبي، احلى مفاجأة في الدنيا والله، انا فرحانة بيكوا قوي النهاردة. ايه رأيك بقى يا ست ماما؟ الهدية عجبتك ولا لا؟ يا ماما عجبتك ولا لا؟ احنا تعبنا فيها قوي بجد يا ماما. قوليلنا علشان احنا تعبنا فيها فعلا. كنا عايزين نجيبلك هدية بفلوس كتير بس الفلوس اللي معانا كانت خلصت. على فكرة بقى يا روى انتي وجنة، مش لازم يا حبايبي الهدايا تكون غالية، المهم تكون من القلب، واللي بيحب بجد بيعبر حتى بورقة صغيرة. انا فرحانة بيكوا قوي قوي قوي. طب ايه رأيك يا ماما المرة الجاية نعملك تاج مكتوب عليه ملكة القلوب؟ ايه رأيك يا ماما؟ خلاص يا ست الكروت، استنوا بقى المفاجآت اللي انا هعملها لكم انا كمان. ماما، انت النور اللي منور بيتنا. ايوه يا ماما بجد. وانتوا كمان يا صحابنا لو بتحبوا ماما متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. باي باي.